ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم سلتة اللحم. المكونات كاملة بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا سخنا المدر جيدا، وأضفنا الزيت ونضيف البصل ونحرك حتى يتغير لون البصل. بعد أن احمر البصل وأضفنا الثوم نضيف الطماطم ونحركها حتى تذبل. نضيف نص ملعقة من معجون الطماطم. الآن نضيف اللحم ونحركها نحمس اللحم جيدا مع الكشنة. بعد أن حمسنا اللحم جيدا مع الكشنة نضيف البهارات والكزبرة ونحركها جيدا. الآن نضيف الماء الحار أو مرقة اللحم ونضيف رشة من الملح ونتركها تتسبك. ننتقل إلى تحضير الحلبة. هنا عندنا حلبة منقوع لمدة ساعة ونص أو ساعتين ومصفى من الماء. نحركها بشكل دائري. هنا عندنا كرات وكبزرة وفلفل حار وثوم، نعصرها ونخلطها مع الحلبة. هنا صارت الحلبة جاهزة. نضيف إليها السحاوق الأخضر. ننتقل الآن إلى تحضير السحاوق والكزبرة والثوم والفلفل الحار والملح ونعصرها. هنا صار السحاوق جاهزة. هنا نعمل الحلبة. هنا أصبحت السلتة جاهزة للتقديم. وهذه السلتة وهذا السحاوق تقدم مع الخبز أو الخمير وبالعافية. لا تنسوا تجربوها، جدا لذيذة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا.